ابتدى الاهلي مشواره في دور المجموعات قدام مسدس القرن، مسدس الصوت طبعا، ودايما الماتش ده فيه قلق حواليه مش عارف ليه. المهم لعب الاهلي ماتش سيء جدا بعد رجوعه من كاس العالم للانديه، وكانت اللعيبه تقريبا مش في حالتها ومش شايفين قدامهم، لدرجه ان حسين الشحات في الدقيقه 5 ضيع جون مؤكد وجون فاضي قدامه، وبعد كوره عجيبه جدا من فاول تدخل جون في الشناوي ويسجل الهلال الهدف الاول. بعدها يتأزم الماتش اكتر وضربه جزاء للهلال، بس الشناوي يعوض ويصدها، وينتهي اول ماتش في المجموعه بفوز الهلال 1-0 بعد ما شفنا سوء استقبال وسوء معامله وقله ادب في الملعب وتطاول. مش بس كده، ده فتح علينا كمان ماسوره معرفش جت منين وكم تحفيل وتقل دم، اللي يشوف كده يقول ان هم اخدوا البطوله كلها مش كسبوا ماتش. وفضلنا على الزيطه دي حوالي شهر تقريبا، ونشوفهم ناطين في صفحاتنا وكومنتات في كل حته. وندخل في تاني ماتش قدام صن داونز في القاهره، ماتش الفرص الضائعه، عشان احمد عبد القادر الجون يكون قدامه فاضي فيشوطها في ايد الحارس، تيجي ضربه جزاء نلاقي محمد هاني هو اللي داخل يشوطها فتضيع طبعا، الكره تيجي القفشه متقشره على دماغه جوه السته فيضيعها، عشان ينتهي الماتش 2-2 ويتأزم موقف الاهلي كعاده كل سنه في دور المجموعات. ونيجي لثالث ماتش قصاد عصفورة المجموعه القطن الكاميروني ضيف الشرف، ويقدر الاهلي انه يكسب في القاهره بكل سهوله 3-0. ويجي بقى وقت كارثه الموسم، ماتش سان داونز في جنوب افريقيا. بس عايز اركز على نقطه، ان الماتش كان يوم 11 وانت لاعب ماتش المقاولين يوم 7، يعني عندك اقل من 3 ايام تسافر وتتمرن وتتشقلب فيهم. وطبعا هناك بيصطادوك الساعه 3 العصر في عز الشمس ومفيش رحمه، ويعمل لك حفله عشان يملى الملعب والدخول مجانا عشان الملعب يكون متقفل واللعيبه اساسا مش ناقص، ويحصل اللي كل جمهور الاهلي كان خايف منه وسط اداء كارثي من كل اللعيبه، ويخسر الاهلي 5-2. اسم النادي الاهلي كبير، وانتوا النهارده صغار في ارضيه الملعب، انتوا النهارده مش رجال في ارضيه الملعب. ويتأزم موقف الاهلي جدا، ويبقى معاه من 4 ماتشات 4 نقط، والهلال يكون التاني ب9 نقط، ولسه كمان عنده ماتشين منهم ماتش على ارضه، عشان الصعود يتحول من ايدك يبقى في ايد غيرك، والوضع يزداد ضغط وصعوبه. ويسافر الاهلي في الجوله الخامسه عشان يلاعب القطن في الكاميرون، وبصراحه انا بخاف جدا من الماتشات دي، لان الفرق بتكون ملهاش علاقه بالكوره اساسا، وسواء اهلي او زمالك او المنتخب تلاقينا نروح هناك وبنخسر او نتعادل. بس لعيبه الاهلي بصراحه كانت قد المسؤوليه، ويقدموا مباراه ممتازه ويكسبوا 4-0. بس كل ده ما كانش كفايه، وكان لازم تستنى نتيجه ماتش سان داونز والهلال في ام درمان. والاول مره جمهور الاهلي هيقعد يتابع فريق تاني مستني منه خدمه، واتقسم جمهور الاهلي بين لا مش مستنيين خدمه من حد، لاعبنا ما تستاهلش اساسا ان هي تصعد، وبين جمهور شايف ان سان داونز هيفوت الماتش اساسا. وابتدى فعلا الماتش وسط متابعه من جمهور الاهلي كله، فعلا تحس لعيبه صن داونز كانوا بيلعبوا على القد خالص، وابتدى الهلال يروح بكوره واتنين، والاهلاويه قلوبهم كانت في رجليهم، ويعدي الشوط الاول بامان، ومع بدايه الشوط الثاني يتقدم صن داونز ويعيد الروح في قلوب الاهلاويه. بس ما نلحقش نفرح كتير قوي، عشان حارس صن داونز يعمل غلطه غريبه جدا تثير الشكوك اكتر حوالين الماتش، انه يكون متفوت عشان الاهلي يخرج بدري، ويفضل الماتش لغايه الدقيقه 91 تعادل، وجمهور الاهلي قاعد على اعصابه وبيجهز للاحتفال عشان خلاص هيبقى في ماتش فاصل، والماتش كمان هيتلعب في القاهره، لكن بسيناريو درامي ضربة جزاء في الوقت بدل الضايع لصالح الهلال عشان تتبخر كل احلام وامال الاهلاويه. حرام حرام. لكن يشاء ربنا ان السيناريو يكون درامي وخيالي اكتر واكتر، احسن من اي مسلسل ممكن يتكتب، عشان تضيع ضربة الجزاء وحارس المرمى اللي كان من شوية مفوت بقى احسن حارس في افريقيا، ويتحول بعد ما الصعود كان في ايديهم رجع في ايد الاهلي مرة تانية، والصياح ابتدى من اول الاستوديو التحليلي عشان بقوا عارفين اللي هم داخلين عليه. ونيجي للجولة الاخيرة، جولة الحسم وماتش الفيصل اللي ابتدى اساسا قبل ما يبدأ في الملعب. لأول مرة من سنين كتير بعد تحرك إدارة الأهلي هيلعب الأهلي في استاد القاهرة، استاد الرعب الحقيقي، وسط أكتر من 50,000 متفرج هيحركوا الصخر. الأهلي النهاردة هيكسب وسط تسهيلات كتير من الإدارة عشان راحة الجمهور في رمضان، عشان نخليها ليلة رمضانية تاريخية مش هتتمحى من ذاكرة كل أهلاوي. طبعا جمهور الأهلي ما بيتوصاش في المواقف اللي زي دي، وفي أقل من 8 ساعات كان 50,000 تذكرة خالصين، ويجي يوم الحسم عشان القاهرة كلها تقف عن كل حاجة ومفيش صوت يعلى عن صوت الأهلي. النهاردة الدنيا كلها متلونة بالأحمر، النهاردة ليلة للتاريخ وما ينفعش البلد كلها تنام زعلان. ويكمل الأهلي السيمفونية بليلة عظيمة في ملعب متقفل بأكتر من 75,000 متفرج، عشان يرجع كل واحد لجحره ومكانه الطبيعي، ويرزع الهلال 3-0 في علقة كرة محترمة، ويخرس كل لسان الطاولة على زعيم أفريقيا وبطلها الأكبر والأوحد. لو الحلقة عجبتكم ياريت تدعموني بلايك وشير عشان توصل لأكبر عدد من الأهلاوية، وما تنسوش تعملولي سبسكرايب واكتبولي في الكومنتات البطولة دي هتكون من نصيب الأهلي ولا صعب في ظل الظروف الحالية.